عاشت جهة الشرق مساء الأربعاء ليلة بيضاء تحت وطأة عاصفة رملية قوية حولت الطريق الرابطة بين قرسيف والناظور إلى مسرح لحوادث سير مأساوية. وأفادت مصادر محلية أن الرياح العاتية والغبار الكثيف تسبب في انعدام شبه تام للرؤية، مما أدى إلى شلل كامل في حركة المرور وانقطاع الطريق لساعات طويلة. وبسبب هذه الظروف المناخية القاسية سجلت المنطقة حوادث اصطدام مروعة، كان أبرزها اصطدام شاحنتين وانقلاب شاحنتين أخرتين، وهو ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل في حصيلة أولية، مخلفاً حالة من الحزن والهلع في صفوف السائقين ومستعملي الطريق الذين وجدوا أنفسهم وسط جدار رملي لا يمكن اختراقه. وأمام هذا الوضع الخطير سارعت الجهات المختصة إلى توجيه نداءات عاجلة لمستعملي المحاور الطرقية بجهة الشرق، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والامتناع عن التنقل في ظل هذه التقلبات الجوية القاسية. كما شددت السلطات على ضرورة الالتزام التام بتعليمات السلامة المرورية والانتظار في أماكن آمنة إلى حين تحسن حالة الطقس، وذلك لتفادي المزيد من الفواجع البشرية. وتواصل فرق التدخل والدرك الملكي مجهوداتها بعين المكان لتأمين حركة المرور وإزاحة الشاحنات المتضررة في وقت تطرح فيه هذه الفاجعة من جديد ضرورة أخذ النشرات الإنذارية للأرصاد الجوية بمنتهى الجدية لتجنب السفر في الظروف المحفوفة بالمخاطر.